الأخسرين أعمالا. مين هم الأخسرين أعمالا؟ ممكن تفسير الآية قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. طلب مني كتير جدا تفسير الآيات 103 و104 من سورة الكهف. واضح إن احنا لسه مكملين في سورة الكهف، ودي آخر الآيات في سورة الكهف. طيب الآيات دي مهمة جدا، ومهمة إن احنا نعرف نزلت في مين وتفسيرها إيه. خلينا عارفين ومتفقين من البداية كده، زي ما اتكلمنا عن سورة الكهف في الأول خالص وأصحاب الرقيم، وقلنا إن سورة الكهف هي سورة مكية نزلت في الكفار المشركين عبدة الأصنام والأوثان اللي ضلوا الطريق، والشيطان زين لهم عبادتهم دي وافتكروا إن هو ده الطريق الصح وإن أي طريق تاني هو طريق غلط. عشان كده سيدنا محمد لما جه بالرسالة وبالنبوة وبآيات ربنا سبحانه وتعالى والقرآن كفروا بيه، وده اللي بتوضحه الآيات على طول بعد الآية دي. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه، واضحة وصريحة. فحبط أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. يعني أعمالهم اللي هم كانوا فاكرين إنها صح ومقبولة هتحبط وكأنها لم تكن، هباء منثورة، هتبقى على الفاضي. زي قول الله تعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. فاكر إن في مية قدامه وفي الآخر سراب، مش حقيقة. بالظبط كده الأعمال، زي كده أعمالهم في الآخرة هيلاقوها على الفاضي، مش مقبولة، حبطت أعمالهم. فالكلام هنا على الكفار المشركين اللي ما أمنوش برسالة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، والتكملة في الآيات بتقول بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. التكملة والتأكيد على إنهم الكفار اللي ما أمنوش واستهزأوا بآيات ربنا سبحانه وتعالى وبكتبه وبرسله. وخلينا نشوف رأي وتفسير المفسرين والعلماء في تفسير الآية دي. فمعظم المفسرين اتفقوا على إن الآية تشمل كل الكفار والمشركين من أهل الكتاب وأهل البدع بحسب ما في معتقداتهم وأعمالهم من ضلال ومخالفة للشرع وآيات ربنا سبحانه وتعالى. وفي تفسير تاني عن بعض المفسرين وعن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال عن تفسير الآية وإن الأخسرين أعمالا هم الحرورية من أهل حروراء بلد قرب الكوفة كده، وهم الخوارج اللي خرجوا عن آيات ربنا سبحانه وتعالى وقتلوا بعض أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام وعملوا حاجات كتير كده بره الدين. وكان بيقول عنهم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه إن الحرورية هم اللي بينقضوا عهد الله من بعد ميثاقه، وكان بيسميهم الفاسقين. وفي من المفسرين اللي قال ان زي ما قلنا ان الايات مكيه فنزلت في الكفار، وده كان قبل وجود الخوارج بكتير، بس سيدنا علي رضي الله عنه وسعد بن ابي وقاص قالوا ان الخوارج ليهم نصيب من الايه، والله اعلى واعلم. فتكون الايه باتفاق المفسرين عامه على كل من عبد ربنا سبحانه وتعالى على غير طريقه مرضيه مخالفه للشريعه وفاكر انه صائب فيها او على حق، وانه عمله مقبول وهو في الحقيقه عمله مردود او حبط عمله. وحبوط الاعمال بالكليه يعني كامل وشامل على الكفار بس والمشركين. لكن المسلمين العصاة وضعهم مختلف شوية. المسلمين العصاة أعمالهم مش زي الكفار، حبوط العمل منهم لما يكون مخالف للشرع أو بدعة، مش بالكلية زي الكفار والمشركين. خلينا نقف شوية بقى عند الآية دي واستخدامها، لأن بشوفها على طول وكتير جدا في الكومنتات على أي حد مش عاجبنا عمله، مش عاجبنا كلامه. أول الكومنتات اللي بلاقيها على طول الآية دي قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. بتتقال على كل الناس بشكل كبير جدا. اي حد مش عاجبنا بنحط الايه دي في الكومنتات. ناخد بالنا بقى علشان الكلام مهم. لما تدور في الموضوع ده، يعني لاني دورت فيه كتير، الاستشهاد بايات القرانيه في غير ما نزلت فيه او اسقاط ايات الكفار على المسلمين موجوده وتجوز، والرسول عليه الصلاه والسلام وبعض الصحابه استشهدوا ببعض الايات على المسلمين، وان الاستشهاد ممكن بعموم اللفظ مش عشان السبب نزلت فيه او نزلت في الكفار فما ينفعش نستشهد بيها، لا هي موجوده بس ليها ضوابط، والضوابط دي مهمه جدا ناخد بالنا منها. ومن اهم الضوابط انك لازم تكون عارف الشخص والحاله كويس قوي علشان تقدر تسقط الايه على الشخص ده او على الحاله دي وانت متاكد. وخصوصا ايات الكفار والتكفير عموما، يعني انك تقول ان ده كافر او ان ده حبط عمله او ان ده من الاخسرين اعمالا. الاخسرين اعمالا او تحديد مين الاخسرين ومين اللي مش اخسرين دي مش قصتنا خالص، لان المسلمين العصام يعني في ناس ممكن تعمل السوء بجهاله ثم يتوبوا. انت ما تعرفش عمل انت شايفه ان هو حبط عمله وماشي على ضلال، بس في الاخر ممكن ربنا يهديه سبحانه وتعالى ويوفقه ويتوب عن العمل ده ويرجع، فهو مش من الاخسرين اعمالا. في خاسر وفي الاخسرين. الاخسرين دول اللي هم ما فيش خالص، هم مش مؤمنين، مش مؤمنين بلقاء ربنا باليوم الاخر بالجنه بالنار بايات ربنا سبحانه وتعالى، مش مؤمنين بكلام ربنا سبحانه وتعالى. فالموضوع ليه ضوابط ناخد بالنا منها
مش اي حد مش عاجبنا نقوم حاطين الايه دي، بالذات الايات دي في التكفير. يعني برغم ان كنا بنقول ان سيدنا علي رضي الله عنه كان بيقول عن الخوارج ان هم الاخسرين اعمالا، ومع ذلك هو ما كفرهمش. فناخد بالنا من الاستشهاد، ليه ضوابط، ولما نشوف حاجه مش عاجبانا نقول هدانا الله واياكم، يعني ربنا يهدي الجميع، محدش عارف مين رايح فين. فناخد بالنا وندعي للناس بالهدايه، وخصوصا المسلمين، ربنا يهدينا واياكم. وبكده نكون خلصنا سوره الكهف، واول سوره نتدبرها كامله بقصصها. لو عايزين ايات تانية اكتبوا لي في الكومنتات، وما تنسوش طبعا تحفظوا الفيديو وشير مع اصحابكم، وخلي الكل يعرف المعنى وياخد باله ويستفيد.